هو الخبر ده بجد اللي لاعيبه نيجيريا هيعملوه ده بجد؟ وعامه لو الخبر بجد حقيقي فهيبقى مصلحه كبيره قوي لاخواتنا الجزائريين، عشان بعد الاداء الخرافي اللي عملوه لاعيبه نيجيريا امام موزمبيق وكانوا اول منتخب يكسب بفارق 4 اهداف في بطوله افريقيا السنه دي. الناحيه الثانيه المنتخب الجزائري بيكسب كونغو الديمقراطيه وبيضمن التاهل لدور الثمانيه، بيتاكد ساعتها كلا المنتخبين ان هم هيلعبوا بعض في دور الثمانيه عشان تحصل الصدمه الكبرى ولاعيبه منتخب نيجيريا كلهم يقولوا احنا مش لاعبين. يا جماعه انتوا بتهزروا، انتوا تاهلتوا الربع النهائي في كاس افريقيا، معقوله خايفين من منتخب الجزائر قوي كده؟ الله يمكن عشان نجموكوا الاول فيكتور اوسيمين قرر مقاطعه المنتخب ومشي وسابكوا اصلا من البطوله، وكلنا جمعنا ان هو مشي بعد خناقته مع لوكمان اللي مرضاش يبصيله الكوره. غلط، لوكمان ذات نفسه طلع للاعلام وقلب البلد كده اوسيمين ده اخويا العيش وانا وهو مكسرين الدنيا طول البطوله، لكن في امور اخرى رحل اوسيمين بسببها سيعلمها الجميع قريبا. الامور هي عزيزي المستمع ان الاتحاد النيجيري ما فيهوش فلوس، وان كل اللعيبه العالميه اللي قدامك ديت اللي هتلاقي فيهم اللي بيلعب في الدوري الانجليزي والدوري الايطالي وراتبهم بالملايين توعدوا ان كل مباراه هتتخطوها هنديكوا بونص عشان يوصلوا لدور ربع النهائي، وبعد 4 مباريات لعبوها ما خدوش ولا بونص لولا مباراه كسبوها زي ما الاتحاد النيجيري وعدهم، عشان يكتشف الكل ان رحيل اوسيمين ما كانش لمجرد خناقه، ان وراها هو كل لعيبه منتخب نيجيريا بيقولوا مش هنلعب ولا هنسافر مراكش لمواجهه الجزائر لحد ما ناخد مستحقاتنا. شكلنا كده كلنا هنقول مبروك لمنتخب الجزائر اللي لو حصل فعلا ولاعيبه نيجيريا ما لعبوش يبقى رسميا الجزائر في نص نهائي افريقيا.